سنة 2022 سنة مليانة أحداث تاريخية وحروب وقضايا غريبة. ومن أغرب القضايا اللي حصلت في 2022 قضية النهاردة. شابة صغيرة رغم إن هي عندها 23 سنة بس قررت إن هي عايزة تشطب كل الماضي بتاعها، عايزة تبدأ حياة جديدة، وعشان تقدر تمسح ماضيها قررت إن محدش من اللي تعرفهم يشاركها حياتها الجديدة ولا يعرف عنها حاجة. وعملت أبشع خطة عشان تبدأ حياتها. أنهت حياة واحدة تانية، واحدة ما تعرفهاش ولا عمرها شافتها قبل كده غير على صفحة على الانستجرام. واحدة من مدن ألمانيا كانت بتعيش مع عائلتها شاربان، عندها 23 سنة، ألمانية من أصول عراقية، وكانت بتشتغل خبيرة تجميل وعندها صفحة بتنزل عليها فيديوهات عن الميك اب والعناية بالبشرة والشعر. وفي يوم من أيام شهر أغسطس شهربان قالت لأهلها إن هي رايحة لطليقها اللي عايش على بعد ساعة منهم عشان تتكلم معاه. وفاتت ساعات وساعات وهي مش بترجع ولا بترد على تليفونها ولا عارفين يوصلوا لها على أي وسيلة من وسائل التواصل. راحوا أهلها يدوروا في كل الأماكن اللي هي متعودة تروح فيها، وفي نص الليل وهم في الطريق لقوا عربيتها مركونة عند نهر دانوبي. لما قربوا من العربية اكتشفوا إن هي مقفولة، مش عارفين يفتحوها، وشافوا حد موجود على الكنبة اللي ورا ما بيتحركش. بلغوا البوليس، ولما وصل البوليس لقوا ان اللي في الكنبة اللي ورا جثة البنت مطعونة اكتر من 50 طعنة، وشها كان متشوه خالص. اهل شربان اتعرفوا على الجثة واكدوا ان هي جثة بنتهم. القتيلة تعرضت لجريمة بشعة، واعلن عنها البوليس عشان لو في اي حد عنده معلومة تساعدهم في القبض على القاتل. وطبعا طليقها كان المشتبه بيه الأول لأن أهلها شهدوا إن هي كانت عنده، لغاية ما حصلت حاجات غيرت مسار القضية خالص. أكتر من شاهد كلموا البوليس وقالوا إن هم شافوا شربان القتيلة في أكتر من مكان في ألمانيا. ده كان في نفس الوقت اللي ظهر فيه تقرير الطب الشرعي اللي بيأكد إن بصمات القتيلة مش متطابقة مع بصمات شربان. عملوا تحليل DNA واللي أكد إن الجثة مش لشهربان، وإن الجثة لبنت تانية برضو عندها 23 سنة، جزائرية الأصل واسمها خديجة. خديجة كانت نفس لون البشرة والجسم والشعر، كانت موجودة في عربية شهربان المختفية ولابسة لبسها. الشبه كان كبير لدرجة إن الأهل نفسهم أكدوا إن هي جثة شهربان، وأكيد في الوقت ده كان صعب عليهم إن هم يبصوا ويدققوا في جثة بنتهم، خصوصا ان الوش كان مشوه جدا. خديجة مش بس نفس السن ونفس الشكل، كمان كانت بتشتغل نفس الشغل، برضو كانت بتشتغل في مجال التجميل. كان عندها اكتر من صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي وبتنزل عليهم فيديوهات عن الميك اب والتجميل. البوليس ما كانش لاقي اي صلة بين خديجة وشهربان. الاتنين المفروض ما يعرفوش بعض وعايشين على بعد اكتر من 2.5 ساعة عن بعض. ايه اللي جاب خديجة في عربيتها مقتولة؟ ولو دي خديجة فين دلوقتي شهربان؟ بعد وقت قليل قدر البوليس يحدد مكان شهربان، وقبضوا عليها ومعاها واحد اسمه شاكر عن 23 سنة، واللي اتضح من التحقيقات ان هو اللي نفذ الجريمة، هو اللي قتل خديجة ومعاه شهربان، وهو اللي طعنها وشوه وشها. في مقابل مادي دفعتهوله شهربان 80,000 يورو. اتقال في بعض المصادر ان شاكر مجرد شخص اجرته شهربان عشان يقتل خديجة شبيهتها وتقدر تزيف موتها والكل يفتكرها ماتت وتبدأ حياتها من جديد وتعيش براحتها. وفي مصادر تانية اتقال ان شاكر وشهربان كانوا على علاقة عاطفية ببعض، وان اهلها ما كانوش موافقين على جوازهم، غير ان هي لسه ما انفصلتش رسمي عن طليقها. في كل الحالات أثبتوا إن هو شريكها اللي نفذ الجريمة، وإنه قبض 80,000 يورو مقابل التنفيذ. تحريات وصلت إن شهربان عملت أكتر من 5 حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي كل الحسابات اللي كانت بأسماء مختلفة ومزيفة كانت بتدور على شخص شبهها. كانت بتتواصل مع أكتر بنت تشبهها بحجج مختلفة، لكن أكتر واحدة كانت تشبهها هي خديجة. بعتت رسالة لخديجة وادعت فيها ان هي مديرة اعمال مغنية راب مشهورة اسمها لون، وقالت لها ان هم عايزينها في شغل، عايزينها تشترك في تصوير اغنية لون. لكن خديجة شكت في الموضوع وبعتت للون نفسها تسألها، وقالت لها انه وصلني منكو عرض وعايزة اتأكد انه حقيقة ومش نصب. والمغنية ردت عليها وقالت لها احنا ما بعتناش حاجة، ده نصب.
فعلى طول ردت خديجة على شهربان ورفضت العرض، لكن شهربان كانت مصممة إن خديجة تكون الضحية بتاعتها، كانت مصممة على استدراجها. ففكرت في حيلة جديدة، عملت حساب تاني وبعتت لها منه على إنها بتشتغل في شركة مستحضرات تجميل، وعايزة تديها هدايا من منتجات الشركة كنوع من الإعلان، وإن هم هيتقابلوا في صالون من صالونات التجميل اللي تبع الشركة. لكن المرة دي خديجة ما شكتش، لأن هي كانت نشيطة جدا على صفحتها، وده مجال شغلها، وكانت بتستقبل عروض من النوع ده كتير. وافقت، واتفقوا معاها ان هما يعدوا عليها يدوها مستحضرات التجميل الهدية وياخدوها معاهم على صالون التجميل. وفي يوم الجريمة عدوا عليها وادوها المنتجات الهدية واخدوها على صالون التجميل اللي كان بيشتغل فيه شاكر او تقريبا بيملكه. كل شيء كان ماشي طبيعي لغاية في طريق الرجوع ما غدروا بيها. وقف شاكر بالعربية على جنب في مكان زي غابة، وأجبرها إن هي تخرج من العربية، وبدأ يطعنها في كل جسمها لغاية ما موتوها. وبعد كده شوه وشها ولبسوها هدوم شهربان وحطوها في العربية وقفلوا عليها عشان تزيف موتها وكأنها هي اللي ماتت. شهربان قتلت واحدة ملهاش أي ذنب وما تعرفهاش لمجرد إنها شبهها، وقتلتها عشان بس تعيش براحتها أو تهرب بعيدة عن أهلها مع شخص تاني. وعلى الأغلب اتعمدت إن هي تقول إنها رايحة تزور طليقها عشان تورطه في جريمة قتلها المزيفة. جريمة ساذجة. إزاي فكرت إن خطتها ممكن تنجح في بلد زي ألمانيا؟ البلد فيها كاميرات في كل مكان، ومن غير حتى تحليل الDNA أي شخص بصمات إيديه وبصمات أسنانه موجودة في السجل بتاعه. خديجة كان قدرها إنها تفقد حياتها نتيجة لخطة غريبة وجريمة بشعة. والغريبة إن آخر حاجة كتبتها على واحدة من صفحاتها كانت بعيدة عن المحتوى بتاعها. كتبت فيها إن قبل ما ترحل أو تمشي نفسها تزور مكان، والمكان ده كان مكة المكرمة. المحاكمة لسه شغالة، ولسه تفاصيل أكتر هتنكشف عن الجريمة، تفاصيل عن عيلتها وعن هدفها من الجريمة وإزاي كانت بتخطط تعيش بعدها. لكن لغاية دلوقتي متوجه لهم تهمة القتل العمد، ومستنيهم حكم بالسجن مدى الحياة.